ام راديو. مرحبا مستمعينا الكرام، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس التركي يطالب نظيره الجزائري تسليمه رجال الأعمال الأتراك المعارضين، لكن يبدو أن تبون لن يستجيب للصديق أردوغان. وزير العدل المغربي يتحدث في جنيف عن إصلاحات تروم تعزيز النموذج الديمقراطي بالمغرب. نهائية كأس آسيا تخصيص عوائد مبيعات تذاكر مباريات البطولة لدعم الشعب الفلسطيني. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ليست العلاقات بين أنقرة والجزائر ودية وحبية ودافئة كما يصفها القادة الجزائريون في خطابهم الرسمي بين البلدين. هناك أيضا قضايا ساخنة، حيث تؤدي الخلافات الكبيرة فيها إلى تأجيج التوترات، خاصة لدى الجانب التركي. فمنذ عام 2022 يواصل الرئيس التركي أردوغان ممارسة الضغط على نظيره الجزائري عبد المجيد تبون للحصول على رؤوس بعض رجال الأعمال الأتراك المعارضين الذين يقومون بأعمال تجارية في الجزائر، بينما ينتمون إلى حركة المعارضة التركية المنفية في الخارج. يتعلق الأمر هنا بقضية سرية للغاية، ولا يتم الحديث عنها إلا نادرا بسبب حساسيتها. وتفيد مصادر أن أنقرة تطالب الجزائر بتسليمها مقربين من الملياردير التركي الأمريكي يونس دوغان المقيم في تكساس، والذي يقوم بعدة أنشطة اقتصادية في الجزائر، خاصة في مجال البناء والفلاحة. ومن المعروف أن رجل الأعمال هذا يدعم الإمام فتح الله جولان العدو الأول لأردوغان. في 4 مارس 2022 ظهر يونس دوغان بصفته رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الجزائري برفقة أحمد بوطاش سفير الجزائر السابق لدى الولايات المتحدة، وإسماعيل شيخون مدير مجلس الأعمال الأمريكي الجزائري. وقد أثار هذا التقارب غضب أنقرة التي أعادت إطلاق طلب تسليمها المعنيين، مستهدفة بالخصوص سهر يونس دوغان والمدير الرئيسي لأعماله في الجزائر يلماز باران الذي يدير أكبر شركة تركية للبناء في الجزائر، إذ أنها مكلفة ببناء عدة آلاف من الوحدات السكنية الاجتماعية لفائدة الدولة الجزائرية، مستفيدة من صفقات عمومية تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون دولار أمريكي. ويزعج تطور أعمال هؤلاء المعارضين الأتراك الذي شيطنهم أردوغان أنقرة بشدة. وبحسب مصادر فإن الجزائر العاصمة وعدت بدراسة وجدية للطلبات القانونية المقدمة إليها من قبل القضاة الأتراك، لكن في الوقت الحالي يظل يلماز باران ومعاونوها المقربون من يونس دوغان في الجزائر محميين، لأنهم أبرموا صفقات تجارية مع العديد من القادة الأقوياء للغاية داخل جماعة تبون، أي أن التخلي عنهم لا يبدو حتى الآن خيارا ممكنا للنظام الجزائري، حتى لو كان هذا الموقف يثير استياء الصديق أردوغان ويخيب آماله. وفي الخبر المغربي، حيث قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي إن المغرب أطلق أوراش إصلاحية استراتيجية، كما أعد ونفذ جيلا جديدا من السياسات والبرامج العمومية المندمجة. وأضاف وهبي أثناء مشاركته في الحوار التفاعلي مع لجنة القضاء على التمييز العنصري بجنيف بمناسبة فحصها التقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21 بشأن أعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إن الإصلاحات التي بشرها المغرب استند فيها على رؤية وطنية تروم تعزيز النموذج الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وكفالة سيادة القانون. وأشار الوزير إلى تفعيل الالتزام الدستوري المتصل بضمان تنظيم انتخابات دورية وتنافسية أفضل إلى تشكيل حكومات بناء على صناديق الاقتراع وتنصيب مؤسسات تمثيلية وفق نتائجها، بما عزز التداول على السلطة وكفل تجديد المؤسسات المنتخبة. وحرص المغرب حسب المتحدث ذاته على تفعيل ورش الجهوية المتقدمة وتطوير اللامركزية الترابية ونظام اللاتمركز، وتعزيز حكامة التدبير العمومي وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية، وتطوير سياسات تقليص الفوارق المجالية وتأهيل أنظمة الشفافية والنزاهة في المؤسسات والمرافق العمومية.
وتبع بالقول إن المغرب قام بإصلاح شامل لمنظومة العدالة من خلال العمل على إرساء نظام قضائي مستقل وفعال جسده إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية وتنصيب الهيئات المؤسسية المشرفة على الشأن القضائي واعتماد مدونة الأخلاقيات القضائية. وأشار في جانب آخر إلى ملائمة النصوص التشريعية مع الدستور والالتزامات الدولية من خلال إصدار قوانين تتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال والإرهاب وتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي والعقوبات البديلة وتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، علاوة على إعداد مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي ومشاريع لمراجعة قوانين لتأهيل المهن المساعدة للقضاء. وتحدث وهبي عن إطلاق ورش مراجعة مدونة الأسرة داخل أجل 6 أشهر بمقاربة تشاورية واسعة بما يمكن من تعزيز حماية الحقوق والحريات للمرأة والرجل تكريسا لمبدأ المساواة وتحقيق للتوازن والتماسك الأسريين وحماية المصلحة الفضلى للطفل. وتابع وزير العدل بتأكيده على تعزيز حرية الصحافة والنشر من خلال اعتماد قانون جديد للصحافة وإحداث مجلس وطني للصحافة كهيئة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وإقرار تدابير تنظيمية لدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع فضلا عن الانفتاح على الإعلام الرقمي والخدمات الإلكترونية. تستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، حيث سبق للدولة تنظيم نسختي 1988 ونسخة 2011. ومن المقرر أن يتنافس 24 منتخبا على لقب البطولة، وتحتضن 9 ملاعب. المباريات 51 ضمن البطولة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024. أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم التي ستستضيفها قطر مطلع عام 2024 عن تخصيص عوائد مبيعات تذاكر مباريات البطولة القارية لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني الذي يمر في أزمة حرجة تستوجب من الجميع المساندة وتقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة. وفي هذا الصدد أكد الشيخ أحمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا على أهمية التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والعون لهم. وقال في ظل الظروف الراهنة وما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق من أوضاع صعبة، اتخذنا القرار بتخصيص العوائد من مبيعات تذاكر كأس آسيا لدعم جهود الإغاثة، وذلك بالتعاون مع شركاء المعنيين من دون إعطاء معلومات عن نسبة المساعدة المخصصة من عملية بيع التذاكر. وأضاف أن هذه المبادرة تأتي لتأكيد أهمية الدور الذي تلعبه رياضة كرة القدم في مجال المسؤولية الاجتماعية ومساهمتها الفاعلة خارج المستطيل الأخضر، وإيمانا بقوة كرة القدم وتأثيرها في المجتمعات خاصة في أوقات الأزمات والتي تشتد فيها الحاجة لتقديم المساعدة. وسيتم تخصيص العوائد لتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والطبية بالتعاون مع الجهة المعنية. عودة إلى الشأن المغربي والمغاربي، حيث قالت سفارة المملكة المغربية في العاصمة الموريتانية نواكشوط إن المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا سجلت دينامية غير مسبوقة خلال سنة 2022 ناهزت قيمتها 300 مليون دولار أمريكي، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 58% مقارنة مع سنة 2020. وبحسب بلاغ للسفارة فإن هذا الانتعاش الملحوظ في حجم وقيمة المبادلات التجارية يأتي ليعزز موقع ومكانة المملكة كأول مورد للسوق الموريتاني على المستوى الأفريقي، حيث تشكل الواردات الموريتانية من المغرب ما يناهز 50% من مجمل وارداتها من القارة الإفريقية. على المستوى المغاربي تشكل هذه الواردات أكثر من 73 من مجمل الواردات الموريتانية من الدول المغاربية. على مستوى بنية الصادرات المغربية نحو موريتانيا، يضيف المصدر، فإن 80% منها تتكون من 3 فئات، وهي المواد الغذائية والزراعية والمواد المصنعة وآلات ومعدات النقل. وأشار البلاغ إلى الدور الكبير الذي يلعبه معبر الجرجرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا في انسيابية التبادل التجاري بين البلدين، والذي تم الإبقاء عليه مفتوحا في وجه حركية البضائع في كل الفترات بما في ذلك فترة كورونا، مما مكن من الحفاظ على حجم التبادل
التجاري بين البلدين رغم الجائحة وفق تعبير البلاغ. إلى هنا مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء. راديو.